قواعد العامية المصرية. أسماء الإشارة: هذا، ده ولد، ده ولد. هذه، دي بنت، دي بنت. دول، دولة، دولت. دول ولاد، ودول بنات. ولما نحب نشاور على حاجة فاسم الإشارة يجي بعد المشار إليه. الواد ده ذكي، والبنت دي جميلة. المضارع في اللهجة المصرية، أو اللي ممكن نسميه مضارع مستمر، بيكون دايما بإضافة باء للفعل. أنا أشرب الآن تساوي بشرب، أنا أنام الآن تساوي بنام، أنا أحبك بحبك. أما المستقبل في اللهجة المصرية فبيعبروا عنه بحرف الحاء المشتقة من كلمة راح أو الهاء. سأشرب تساوي في العامية هشرب أو هشرب. سأنام بتساوي هنام أو هنام. سآكل تساوي هاكل أو هاكل. أما أداة النفي في اللهجة المصرية فهي مش، ومش بتعني لن. لكن لو عاوز تستخدمها كلم أو لا بتنفصل، فتيجي الميم في أول الكلمة والشين في آخرها. لن أشرب في العامية بتكون مش هشرب. لا أشرب في العامية مش بشرب أو ما بشربش. لم أشرب في العامية ما شربتش. لم أذهب ما رحتش. لم أنم ما نمتش. المبني للمجهول في اللهجة المصرية بيكون بإضافة ألف وت في بداية الكلمة أو ألف بس، زي ولد في العامية اتولد. فهم في العامية اتفهم. صنع في العامية اتصنع. ضرب الولد في العامية اتضرب بدل من اتضرب عشان بتكون تقيلة في الكلام. وفي خاصية تانية في اللهجة المصرية وهي دمج الكلمات. ما أكلت شيئا في العامية ما كلتش. على شأن بتساوي عشان.
اتحذفت اللام لتسريع الكلمة. الحروف الأبجدية اللي بينطقها المصريين بطريقة مختلفة. ث ث بينطقها المصريين تاء أو سين، زي كلمة تمثال بيكون النطق تمثال تمثال. أو في ثعبان ثعبان بيكون تعبان تعبان. حرف الجيم بتنطق في العامية المصرية جيم غير معطشة، يعني جيم في شمال مصر. أما في الصعيد فهي جيم معطشة زي اللهجات في الحجاز ونجد وبعض اللهجات اليمنية ولهجات عربية تانية. يعني كلمة جرس بينطقها المصريين جرس جرس، وجوافة جوافة جوافة. حرف الذال بينطق إما دال وإما زاي، زي ذكي بينطقها المصريين ذكي، وذئب بينطقها المصريين ديب ديب. حرف الظاء بينطق إما زاي مفخمة أو ضاد، زي عظام بينطقها المصريين عظام أو عظم. حرف القاف بينطق زي الهمزة غالبا، فكلمة قمر بتتنطق قمر، وقلم بتتنطق قلم، والأقصر بتتنطق الأقصر بضم اللام. وأحيانا بيبقى نطق القاف على ما هو عليه في العربية الفصحى في بعض الكلمات اللي ليها طابع خاص، زي كلمات القاهرة، القانون، ثقافة، قارة، القرآن، القاموس. حرف الدال بيتقلب في بعض الحالات لحرف التاء، زي كلمة حادثة بينطقها المصريين حادثة حادثة. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة عن قواعد العامية المصرية. ولو عندكم أي سؤال عن قواعد العامية المصرية اكتبوا لنا في التعليقات، وياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستنونا الفيديو الجاي مع باقي قواعد العامية المصرية. مع السلامة. باي باي.